يا اخواتي يا عالم ياهو، والنبي يا اختي الراجل ابو سيد ده انا خلاص حطيت صوابع العشرة منه في الشق. الراجل يا اختي لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب. قولوا لي اعمل ايه بس؟ غلب غلبي. امبارح لقيته راجع من الشغل متضايق وروحه في مناخيره. بيني وبينكم صعب عليا معلوم. قلت اكلمه اسليه اهون عليه شويه. طبعا يا حبيبتي خالتكم بامبا ست من تفهم وتعرف في الاصول برضه. رحت قاعده جنبه وضحكت. والنبي يا اخويا ما تزعل نفسك ولا تنقهر ابدا يا ابو سيد. النبي يا بامبا تسيبيني دلوقتي، اصل متضايق شويه عشان غلط حصل مني في الشغل، ثم كمان تعبان وعايز ارتاح شويه. اسيبك زعلان برضه يا ابو سيد؟ لو النبي ابدا ودي تيجي. ده انت لازم قبل ما تنام يا اخويا اسليك انسيك همومك. طبعا انت ما تعرفش جرى ايه النهارده يا ابو سيد؟ لا والله يا بامبا. الواد حماده ابن بنتي كان عندنا النهارده يا اخويا، وواقف يلعب في الحاره، وشويه اسم الله عليك ولقيت الباب بيخبط. قمت منطوره من على الطش بتاع الغسيل، لقيت واد يا اخويا من بتوع الحاره بيقول لي الحقي يا خالتي بامبا حماده وقع اتفتحت دماغه نصين. يا نهار مش فايت. ركبني بعد عنك العصبي وركبي ثابت، وخرجت جري من خضتي ما حطيتش حاجه على دماغي. لقيت الواد حماده العفريت بيقول لي وهو عمال يضحك، هي وضحكت عليك يا ستي وضحكت عليك يا ستي، وبقى واقف مسخسخ على روحه من الضحك. والله يا شيخ انا اللي روحي سخسخت. ولا الست نوسه اللي ساكنه فوقينا ما عرفتش جرالها ايه النهارده؟ اتخانقت يا اخويا مع جوزها عوض الله قناع الرب السما، بقى صوتهم جايب لاخر الشارع، واخرة المتمه جرجروهم هما الاتنين بزفه لحد الكراكون. يا ساتر يا رب. ولا البت بنتك يكبد عليها مالها رخرة؟ مش جت النهارده يا اخويا ودمعتها على خدها ووشها يا نظري زي الكركم. اتار اللي انقرص في النعين وابراهيم جوزها فتح حلقه قد كده عليها. قال ايه؟ لقى زرار في القميص مقطوع. يا اختي ان شاء الله تتقطع رقبتك يا شيخ. هو مين ده؟ ابراهيم يا اخويا بعد الشر عنك الف بعد الشر. هو فاكر البت ايه؟ رميه ولا فاكرها رميه؟ هفيه ولا فاكرها هفيه؟ لا ده انت ما تسكتش على الحكايه دي ابدا يا ابو سيد. طيب بس الحكايه دي بقى نتكلم فيها بعدين في وقت تاني بقى. وقت تاني ليه يا اخويا؟ ما احنا فيها اهو. انت لازم تبهدله دلوقتي حالا توريني مقام وانت سامع. يا ستي سامع. طب وقلت ايه؟ قلت استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم من ايه بقى يا ابو سيد؟ منك ومن اعمالك ومن فعايلك. بقول لك متضايق يا استهانم قرفان، تقومي تيجي تزوديني وتزودي همومي على هموم. اعوذ بالله انا خارج يا ست. خارج رايح على فين يا ابو سيد؟ رايح اقعد على القهوه اشوف واحد صاحبي يسليني ويخفف عني. يا اختي يا ندامه، امال انا بعمل ايه يا سيد؟ ما انا بسليك اهو بخفف عنك يا اخويا. بقى تيجي وتركبي لي هموم على هموم، وهموم النهارده وهموم امبارح، وتحط ده كله على دماغ وتقولي بسليك. ده نكد ده العالم. شوفوا يا اختي الراجل اللي ما يتمرش فيه حاجه ابدا. بقى ده جزاتي برضو. في واحد يلاقي مراته حامله همه وقاعده تلاغيه وتسليه يقوم يسيبها يا اختي ويخرج؟ والنبي لو واحد غيره كان تقلني بالمال. لكن اقول ايه؟ ماليش بخت مع حد ابدا يا اخواتي. يعني عليا